السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، رجعنا لكم تاني في حلقة جديدة. النهاردة هنشرح درس الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني للصف الثالث الإعدادي. وقبل ما نبدأ شرح الدرس، ما تنسوش دعمكم لينا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ شرح الدرس، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد. يلا بينا عشان ما نطولش عليكم نبدأ شرح الدرس الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني. احتلت بريطانيا مصر بحجة. بريطانيا ما جت تحتل مصر كانت جايبة معاها حجج. ايه بقى هي الحجج ديت؟ اول حاجة حماية الخديوي وتدعيم سلطاته، ان هم هيحموا الخديوي وكمان هيدعموا سلطاته. وتاني وتأمين حياة الأجانب ومصالحهم. ورقم 3 القضاء على الثورة العرابية. يعني بريطانيا ما جت تحتل مصر كانت جايبة معاها 3 حجج. الحجة الأولى حماية الخديوي وتدعيم سلطاته، والتانية تأمين حياة الأجانب ومصالحهم، والقضاء على الثورة العرابية. كانت جايبة الحجج دي عشان تضحك بيها على مصر وتحتلها. أحوال مصر ضد الاحتلال البريطاني. هنشوف الحكم والإدارة. أصبح الحكم في مصر بين سلطتين، هما السلطتين دول السلطة الفعلية وسلطة الخديوي. نيجي نشوف السلطة الفعلية. السلطة الفعلية كانت تتمثل في المعتمد البريطاني ممثل سلطة الاحتلال في مصر. السلطة الفعلية كانت تتمثل في المعتمد البريطاني اللي هو اللورد كلومر ممثل سلطة الاحتلال في مصر. وسلطة الخديوي هي بس انحصرت إنها تعمل على التصديق على قرارات سلطات الاحتلال. سلطة الخديوي انحصرت في التصديق على قرارات سلطات الاحتلال اللي هي بتتمثل في المعتمد البريطاني اللي هو اللورد كلومر. تاني حاجة الجيش. ايه أحوال الجيش ساعة ما بريطانيا كانت محتلية مصر؟ الجيش أنشأ الإنجليز جيشا مصريا لا يتجاوز عدده 6000 جندي. أنشأ الإنجليز جيشا مصريا لا يتجاوز عدده 6000 جندي. وكمان تولى قيادة الجيش ضابط إنجليزي مهمته إقرار الأمن وحفظ النظام. الحياة النيابية تحت الاحتلال البريطاني. ألغت إنجلترا مجلس النواب الذي تم انتخابه عام 1881. مجلس النواب انتخبوه عام 1881 وأنشأوا بداله مجالس سورية. سوريا لا سلطة لها، ملهاش سلطة، وهي إيه بقى؟ وهي 3: مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعية التشريعية. يعني انجلترا تحت الاحتلال البريطاني راحت ألغت مجلس النواب اللي هو انتخبوه سنة 1881 ميلاديا، وجابت بداله مجالس لا سلطة لها، وهي مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعية التشريعية. الاقتصاد تحت الاحتلال البريطاني. فرضت سلطات الاحتلال البريطانية سياسة اقتصادية تخدم المصالح البريطانية، حيث قاموا بالتوسع في زراعة القطن. ايه السبب؟ انهم عايزين يتوسعوا في زراعة القطن ويعملوا مزارع كتير لتوفير المادة الخام اللازمة للمصانع البريطانية. وكمان محاربة الصناعة المصرية بتسويق المنتجات البريطانية والأجنبية في السوق المصرية. يعني عملوا حاجتين: التوسع في زراعة القطن، السبب لتوفير المادة الخام اللازمة للمصانع البريطانية، وعملوا كمان محاربة الصناعة المصرية بتسويق المنتجات البريطانية والأجنبية في السوق المصرية. عايزين يحاربوا الصناعة المصرية. وعملوا إيه بقى؟ إيه السبب؟ عملوا إيه ما هم حاربوا الصناعة المصرية؟ قاموا بتسويق المنتجات البريطانية والأجنبية في السوق المصرية. دي السياسة الاقتصادية للإنجليز في مصر. يعني هما فرضت سلطات الاحتلال سياسة اقتصادية تخدم المصالح البريطانية، وكمان عملوا سياسة اقتصادية للإنجليز في مصر. اقتصادية للإنجليز في مصر. هي السياسة الاقتصادية للإنجليز في مصر دي ما النتائج المترتبة على ذلك؟ أدى ذلك إلى حاجتين:
هي ظهرت طبقة من كبار الملاك والأعيان استفادت من هذه السياسة الاقتصادية للإنجليز. ما النتائج المترتبة على ذلك؟ ظهرت طبقة من كبار الملاك والأعيان استفادت من هذه السياسة، وارتبطت هذه الطبقة ونموها الاقتصادي باستمرار بقاء الاحتلال. يعني السياسة الاقتصادية للإنجليز أدت إلى ظهور طبقة من كبار الملاك والأعيان استفادت من السياسة الاقتصادية ديت، وكمان ارتبطت هذه الطبقة ونموها الاقتصادي باستمرار بقاء الاحتلال. التعليم تحت الاحتلال البريطاني كان عامل ازاي؟ وحش جدا. أهمل الإنجليز التعليم وجعلوه بمصروفات مرتفعة وحصروا في فئة قليلة. عملوه في فئة قليلة جدا، وكمان خلوه مصروفات مرتفعة جدا. وكمان جعل الإنجليز الهدف من التعليم إنهم يخرجوا مجموعة من الموظفين عشان يعملوا بقى في الإدارات بتاعة بريطانيا والمصالح الحكومية. الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني. ايه الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني؟ مين اللي كافح؟ هتشوفوا دلوقتي مين اللي كان: مصطفى كامل ومحمد فريد. استمر المصريون في مواصلة الكفاح ضد الاحتلال البريطاني. المصريون بيتميزوا ان هم ما بيسكتوش على الاحتلال في مصر، بل استمر المصريون عشان يوصلوا للكفاح، عايزين يطلعوا الاحتلال البريطاني ده من مصر. ايه السبب بقى؟ عشان من اجل الاستقلال، وكمان اقامة حكومة دستورية، ان هم يكونوا مستقلين وكمان يقيموا حكومة دستورية. وظهر زعماء وطنيون حملوا لواء المقاومة مثل مصطفى كامل ومحمد فريد. هنشوف كفاح كل من مصطفى كامل ومحمد فريد. أول حاجة كفاح مصطفى كامل اللي هو باعث الحركة الوطنية. مصطفى كامل عمل ايه؟ مصطفى كامل قاد الزعيم مصطفى كامل ده الحركة الوطنية في أواخر القرن التاسع عشر. دي بتيجي سؤال أكمل، يقول لك: قاد الزعيم مصطفى كامل الحركة الوطنية في أواخر القرن نقط في أواخر القرن التاسع عشر، بعد أن تمكنت سلطات الاحتلال من إحكام قبضتها على البلاد، وكمان أشاعوا روح اليأس في نفوس المواطنين. وقد تمثلت تحركات مصطفى كامل دي في اتجاهين: اتجاه داخلي واتجاه خارجي. تشوف بقى كفاحه داخليا وخارجيا. نيجي لداخليا. كانت خطب مصطفى كامل ومقالاته اللي هو بيعملها الموجهة للمصريين بمثابة الحث على التمسك بالوحدة الوطنية. إن هو كان بيلقي خطب ومقالات كان بيديها المصريين إن هم يحسهم على التمسك بالوحدة الوطنية والإخلاص لمصر ومحاربة اليأس واستثارة روح الكرامة في نفوسهم. وعمل ايه تاني؟ طالب بالدستور، وأسس جريدة اللواء، وأسس الحزب الوطني، وأنشأ الجامعة المصرية اللي هي جامعة القاهرة حاليا. نيجي نشوفه لكفاحه خارجيا عرف الرأي العام الأوروبي والقوى الدولية وفي مقدمتها فرنسا بحق مصر في الاستقلال ورفضها للاحتلال. عمل ايه؟ عرف الرأي العام الأوروبي والقوى الدولية وفي مقدمتها فرنسا بحق مصر في الاستقلال ورفضها للاحتلال. أيوة. وتخلت فرنسا عن مصطفى كامل بعد الاتفاق الودي مع إنجلترا عام 1904. وكمان دعا لرفض اتفاقية الحكم الثنائي في السودان يناير 1899 ميلاديا. واستغل حادثة دنشواي، استغلها في ايه؟ عام 1906 عشان يعمل للتنديد بالاحتلال البريطاني وسياسته القمعية. أدى ذلك إلى إيه؟ أما هو استغل الحادث أدى ذلك إلى استقالة اللورد كلومر اللي احنا لسه قايلينه في الأول إن هو المعتمد البريطاني. ايه هو بقى الاتفاق الودي اللي هو رقم 2؟ تخلف فرنسا عن مصطفى كامل بعد الاتفاق الودي مع انجلترا. الاتفاق الودي ده هو اتفاق نص على اتفاق عملوه ان هو بينص على انفراد انجلترا هتنفرد بحكم مصر، مقابل بقى فرنسا تنفرد بحكم مراكش اللي هي المغرب حاليا. هنقول الاتفاق الودي هو اتفاق نص على انفراد انجلترا بحكم مصر مقابل انفراد فرنسا بحكم مراكش اللي هي المغرب حاليا. كفاح محمد فريد بعد توفي الزعيم مصطفى كامل عام 1908 ميلاديا، وجي بعده محمد فريد في الكفاح الوطني عشان يواصل الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني، عايزين يطلعوا الاحتلال البريطاني بمصر. بعد ما مصطفى كامل توفي
جه بعده محمد فريد عشان يواصل الكفاح الوطني. تولى محمد فريد رئاسة الحزب الوطني في ظروفه الصعبة، كان عنده ظروف صعبة وبرضه تولى محمد فريد رئاسة الحزب الوطني. ايه السبب بقى؟ حيث تحول الخديوي عباس حلمي الثاني عن تأييد ان هي مؤازرة الحركة الوطنية الى موالاة الاحتلال البريطاني. يعني الخديوي عباس تحول عليهم ومبقاش يأيد الحركة الوطنية الى موالاة الاحتلال البريطاني. ولذلك اتجه محمد فريد إلى الجهاد ضد الاحتلال البريطاني والخديوي في وقت واحد، والمطالبة بالجلاء والدستور، وقعد يجاهد لتحقيق ذلك في الداخل والخارج. حزب الحركة الوطنية في الداخلية والخارجية قاعد يكافح ويواصل الحركة الوطنية بعد مصطفى كامل. نيجي نشوف أهم أعماله. أهم أعمال محمد فريد طالب بإنشاء مجلس نيابي له سلطات واسعة، اللي هم عملوه في ألغوا مجلس نواب وجم بدلوا مجالس سورية لا سلطة له. هو بقى طالب بإنشاء مجلس نيابي تاني له سلطة واسعة، وطلب كمان بإنشاء نقابات للعمال، وإنشاء مدارس الشعب الليلية لتعليم العمال والفقراء مجانا، وطلب كمان بجعل التعليم إلزامي في المرحلة الابتدائية وكمان بالمجان. مشروع مد امتياز قناة السويس تحت كفاح محمد فريد. نجح محمد فريد بتأييد من الرأي العام في إجبار الحكومة على دعوة مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية اللي هو الاقتصاد كيف تحت الاحتلال البريطاني لمناقشة طلب شركة قناة السويس بمد امتياز قناة السويس 40 عام. يعني هما مش دريسيبس كان عاملها متفق ان هو عاملها 99 عام، لا رجع تاني وقال لك احنا عايزين نمدها 40 عام كمان. ولكن محمد فريد اجبر الحكومة ان هم يرفضوا وما يمدوش امتياز قناة السويس 40 عام تاني. أدى ذلك إلى إيه؟ أدى ذلك إلى رفض الحكومة المصرية لطلب الشركة. الحكومة المصرية رفضت بهذا الاتفاق. وفاة محمد فريد. توفي الزعيم محمد فريد طبعا بعد كفاحه كفاحه الطويل. توفي محمد فريد في نوفمبر عام 1919 ميلاديا بعد حياة حافلة بالكفاح في سبيل الوطن. وكده يبقى خلصنا شرح الدرس. ما تنسوش دعمكم لينا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.